جوزيه لما طلب منك ان انت تلعب راس حربة عملت ايه؟ انت راجل لعبت معايا سنين طويله، شفتني عملت كده؟ فكرت تشتغل مدرس؟ طلع لك شعره بيضه، انت بقيت عجوز. طبطبت على كتفي مره؟ كله في الكليتش. كله فاكر. في حياة نجوم الكورة حكايات ما ينفعش تتحكي على التلفزيون. عشان كده كابتن أحمد حسن هيقعد مع اللعيبة ويسمعنا حكاياتهم وكواليسهم جوه وبره الملعب. مرحبا بيك كابتن وائل. مساء الخير يا صقر. أخبارك عامل إيه؟ خش في الموضوع على طول. هنخش في الموضوع، يلا بينا. طيب خليني اسالك، لان الموضوع ده ملوش علاقه بكره القدم خالص. انت تجاره انجلش، اداب انجلش. فكرت تشتغل مدرس؟ لا. ليه؟ لا، ما كانش في دماغي ان انا اشتغل في التدريس. كان زمان يعني كان في دماغي لما جيت ادخل الجامعه ان انا ابقى مترجم. طب وانت يعني كان في دماغك قبل كده ان انت تسيب شعرك؟ كان في دماغي برضو ان انا اسيب شعري، بس بجد؟ لما جيت العب انت عارف الحكايه. عارف الحكايه. لما جيت العب كان الشعر بدا الابيض يكبر هنا. انت عارف في مصر طلع لك شعره بيضه، انت بقيت عجوز. لا انت في حاجات كلها عكس الاتجاه. عكس اللي الناس تعرفه يعني. جوزيه لما طلب منك ان انت تلعب راس حربة عملت ايه؟ لعبت راس حربة. ايوه، ايه عملت ايه؟ اتحركت ومشيت وجريت زي ما هو كان عايز. قال لي انا عايزك في الحته دي تقف في الحته دي. قال لي انا مش عايزك تبقى رونالدو البرازيلي. كنت بتضرب في المدافعين؟ لا ده احمد السيد السيء اللي طلع عليا السمعه السيئه دي. لا ده لسه احمد السيد عندنا حاجات كتير. بس لما ندخل على التفاصيل. لا مفيش ضرب. لا انا كان عايزني ابقى متواجد في منطقه الجزاء والكره الطويله تلعب عليا واتعامل معاها بس. ليه دايما بركات يقول ان وائل جمعه هو اللي يغلط وبعد كده يروح مطبطب على الناس وكده، كأن يعني يلبسك قدام الناس؟ ما هو ده من ضمن الفكاهه بتاعت بركات. انت راجل لعبت معايا سنين طويله، شفتني عملت كده؟ طبطبت على كتفي مره؟ خلاص يبقى انا عملتها. ماتش نيجيريا. ماتش زيمبابوي. نيجيريا. لا اللي جبت فيه جول ماتش نيجيريا اللي النهارده. لا مش ماتش نيجيريا، في ماتش نيجيريا والله اللي كان في كاس الامم. لا ما ده مالكش انت علاقه بيه. لا بس انت اللي كنت على العارضه الاولانيه. أيوة. قلت لك يلا يا احمد معلش. لا في ماتش هو كله قال لي معلش في لا في ماتش انت حابب تاخده كوره كده من المهاجم وهو ضاغط عليك، راح قاطعها منك. فانا جيت الحق المهاجم رايح انفراد بالحضره، واخدني عكس اتجاه وحشيتها بالشمال جون في الحضره. ده كان في استاد الجونه. عملت كده صح؟ لا رحت انت جاي بتطبطب عليا كالعاده. فبركات ليه دايما بتعمل كده؟ هو انت عارف بركات بيحب ان هو يكيل الاتهامات للناس باسلوب كوميدي. بركات كان عكس لعبه وعكس اللي الناس كانت بتشوفه منه خالص. صحيح. مين اسال مهاجم لعبت عليه تعبك؟ وين روني. وين روني مهاجم انجلترا في المباراه اللي لعبناها ضد منتخب انجلترا. وميسي؟ هو ميسي مش مهاجم، هو ميسي اشمل لعيب كوره اتوجد وعشناه وشفناه. لاعب طبعا ضربته ولا اسطوري طبعا. حاولت اضربه ما قدرتش. ما قدرتش بجد. برغم المهاره والموهبه اللي عنده، ولكن جسمانه قوي جدا قريب من الارض، صعب ان هو يقع على الارض. فبرضه الموهبه والمهاره والنجوميه والاسم هو بصراحه محافظ عليه، وده اللي معلي قيمته ومعلي كل حاجه فيه. مين من اللعيبه اللي دايما كانوا عندهم خفه دم غير احمد السيد؟ لان احمد السيد دايما يعني عنده معاك على طول. احمد حبيبي طبعا بيطلع على طول يعني بس لا طبعا كلهم لعيبه حبايبنا. بس ليه احمد السيد دايما؟ يعني احمد السيد انا فاكر اعلان الشامبو. لما انا جالي اعلان شامبو رحت انت قلت له ما انا جالي الاعلان ده. فاكر قال لك يوميها؟ ايوه افتكرت. فاكر قال لك يوميها؟ قال لك ايه؟ خلاص ما انت هنقعد تطلع اسرارنا على الهوا كده مش هينفع. يوميها انت كنت قال لك انت جالك اعلان الشامبو؟ قلت له انا جالي اعلان الشامبو ده. قال لك انت يجي اللي ما يستخدمش الشامبو ده يحصل فيه زي هيقولوا للناس اللي هيستخدم الشامبو هيبقى كده. لا احمد كان دمه خفيف طبعا. جميل. كابتن حسن شحاته دايما كان بيفتش عليكم في المعسكرات وكده وبيلف عليكم، ولا انت من الناس المنضبطه؟ كان بيفتش طبعا، وانت عارف كان بيفتش، بس كان يعني يفتش على كل الاوض ما عدا اوضتنا. انت عارف ما عدا الاوضه بتاعتك انت وبتريك على طول انتوا الاثنين. كانت اوضتنا دايما حتى هو عارف ان احنا بننام بدري، فكان بيطلب من كل اللعيبه في كل المعسكرات انه يسيبوا اوضهم مفتوحه بالليل عشان يدخل في اي وقت يبص، ما عدا اوضتنا بس فيها سكينه. بس يا ريت ما تاخدنيش اكتر من كده عشان في كلام كتير ما ينفعش يتقال. مين اللي كان بيتقفش؟ انا بقول لك في كلام كتير ما ينفعش يتقال. طب فاكر طارق السيد لما كان فاكر اليوم ده مستحيل انساه. ايه اللي حصل؟
السلك مش طاير، السلك مش السلك ما كانش انا بقول لك في كلام كتير ما ينفعش يتقال بقى. ده يا اما لو عايز تقفل البرنامج ده ممكن نتكلم في كل حاجه. السيد اشترى لابتوب، نزل أيوة، اشترى لابتوب عارف. مخصوص، وشادي وكان عم زكي ومحمد شوقي وكان محمد شوقي وحاطط السماعات. والكابتن حسن لما دخل عليه قال له ايه؟ قال له يا في كابين الطياره ولا ايه؟ تطيره. ايام حلوه. لا طبعا احلى ايام طبعا. فاكر عم زكي لما احلى ايام واحلى لعيبه بصراحه. وقع في لما زقناه في البسين، لما زقناه في البسين وكان هيغرق. انا بقول لك احلى ايام واحلى لعيبه، وفي مواقف كتير. المواقف اللي ما بصراحة. تنساهاش الكوميديه بالتحديد من بركات. لا في كتير. بركات ممكن يحرجك مع اي حد في اي لحظه في اي مكان قدام، ما بتفرقش معاه انت بتلعب فين وبتلعب مع مباراه اهميتها عامله ازاي. لا انا الوحيد اللي كنت بتجنب ان انا ابعد، يعني بتجنب ان انا لازم ابقى بعيد عنه يا احمد. ايوه. بركات بالذات انا من نوع انت عارف ما بضحكش ما بهزرش وانا نازل الملعب. ايوه. بركات ابص له بس كده يخرجني بره تركيزي خالص. فاكر ماتش بتروجيت 3-3 لما لف البتاع وضرب امين عبد الحميد، واحد يقول لك احنا مش رجاله، احنا كان لازم نكسب يعني. فاكر الموقف. فاكر. لا بركات، لا يعني بركات. بس انا يعني برغم ان احمد سيد وبركات دمهم خفيف جدا وبتاع، بس في الملعب كانوا بيبقوا مركزين جدا بصراحه. لو هتعمل فرقه خماسي وهتاخد 4 لعيبه معاك، هتاخد مين؟ 4 لعيبه؟ من غير حارس مرمى صح؟ ولا لازم هناخد حارس المرمى؟ ده ما ينفعش نسيب حبيبي. هاخد الحضري، هاخد احمد حسن، هاخد ابو تريكه. كده كام؟ انا هبقى في الدفاع، الحضري وانا في الدفاع. احمد حسن، ابو تريكه. كده كام؟ هتاخد مين مهاجم؟ كده 4. عماد متعب. وهتاخد عماد متعب. 5. جمعة، مبسوط ان انت كنت معانا، ودايما مستمتعين بيك سواء دلوقتي في مجال التحليل حبيبي يا صاحبي، واسمك بيه ونجمك بيه.